الغرفة اللي معانا النهاردة مش هيكون فيها تحدي واحد بس، لأ دول 2. أول تحدي في الغرفة اللي معانا إننا محتاجين إننا نعمل فيها dressing على الرغم إن الغرفة مساحتها مش كبيرة أوي. وتاني تحدي معانا وهو يعتبر تحدي ليا أنا شخصيًا، وهو إننا نعمل الغرفة دي بدرجة من درجات الأحمر. أنا عارفة إن في ناس منكم دلوقتي ممكن تكون بتفكر إنه الأحمر ده لون يعني موضة قديمة وخلاص قدم ومبقاش حد يعمله، لكن أنا وجهة نظري الشخصية إن الألوان دي بالذات ما فيهاش موضة، يعني كل واحد فينا بيرتاح للون معين وكل واحد فينا بيشوف اللون من وجهة نظر مختلفة. يعني مثلا على سبيل المثال اللون الأحمر في ناس كتيرة قوي بتشوفه لون جذاب وبيدي طاقة وحيوية ولون إيجابي جدا، لكن أنا شخصيًا باشوف اللون الأحمر يعني ولا فيه أي نوع من أنواع الجاذبية ولا بيدّيني طاقة ولا حيوية ولا نشاط ولا الكلام ده، بالعكس هو لون بيعصّبني وبيوتّرني جدًا. عشان كده أنا باقول لكم ما ينفعش إن أنا أحكُم على اللون أو أقول قاعدة عامة إن اللون الفلاني بيعمل كذا وكذا وكذا، اللون العلاني بيعمل كذا وكذا، لأ. يعني إحنا كل واحد فينا زي ما قُلت لكم بيشوف اللون بطريقة مختلفة، زي ما شخصياتنا كده مختلفة كل واحد فينا بيرتاح للون معيّن غيره ما بيرتاحلوش. وهنا نيجي للتحدي التاني اللي أنا باكلمكوا فيه. أنت بقى كمهندس ديكور قدامك حل من اتنين، يا إما إنك تغير وجهة نظر العميل في ذوقه أصلا وتبتدي تقنعه بالحاجات اللي هي على ذوقك أنت مش على ذوقه هو، كأنك أنت اللي هتعيش في الشقة مش هو يعني. وعلى فكرة الموضوع ده من أبسط ما يكون، يعني ده من أسهل الحلول بالنسبة لأي حد. هتبتدي بقى تغير وجهة نظره في اللون، لا ده لون قديم جدا، ده ما بقاش موضة، ده لون فلاحي جدا، ما ينفعش يتعمل في غرف نوم مودرن والحاجات دي يعني. ونبتدي بقى نقنعه خلينا في الألوان المحايدة، الألوان المحايدة هي الموضة، هنعمل لك ستاير بألوان محايدة، هنعمل لك بقى بديل خشب وبديل رخام ومش عارفة ايه، وهنظبط الدنيا وانت كده تمام. انما الحل التاني وهو الاصعب انك تنفذ طلب العميل بس بطريقتك انت، وهو ده التحدي اللي انا بقول لكم عليه، والتحدي اللي انا شخصيا دخلت فيه في الغرفة دي، اني حبيت اني اعمل درجة من درجات الاحمر في الغرفة بس بطريقتي انا، يعني اطلع في الاخر الاوضة شيك وبسيطة ورقيقة بالرغم اني مش من محبين اللون الاحمر خالص. لكل الناس اللي بتحب اللون الأحمر تعالوا بقى نشوف شكل الأوضة هيطلع في الآخر شكله عامل ازاي. وعايزاكم في الكام ثانية اللي جايين دول تتخيلوا كده شكل الأوضة في دماغكم وتقولوا لي تحت في التعليقات لو اللي انتوا تخيلتوه ده شبه التصميم اللي أنا عملته ولا في حاجات مختلفة عنها. وكمان لو عندكم أي إضافات أو أي اقتراحات للأوضة سيبوها لي تحت في التعليقات. وبما ان الأوضة عندنا كانت مستطيلة فكان مناسب جدا ان انا احط بارتيشن خشب نفصل ما بين منطقة السرير ومنطقة الدريسنج. البارتيشن انا اخترته يكون خشب CNC وفيه تفاصيل زي ما انتوا شايفين. وهنا الدريسنج بتاعنا احنا مغطينه بزجاج شفاف علشان يكون مدينا عمق للمكان، يعني انتوا عارفين غير لما يكون متغطي بحاجة مصمطة او بخشب مش مبين الحاجة اللي جوه، فده بيدي اكتر زي اتساع للدريسنج وبيخلينا شايفين كمان الهدوم بتاعتنا بشكل افضل. وفي نفس الوقت غير الدريسنج المكشوف تماما، في ناس بتحب الدريسنج ما يكونش على فكرة في اي حاجة مغطياه يعني يكون مكشوف تماما، بس انا بحس انه معرض اكتر للأتربة وكده، فالافضل اننا نكون مغطينه بزجاج شفاف لو احنا بنحب ان يكون الملابس بتاعتنا تكون شكلها باين بالشكل ده. وطبعا مش لازم يكون كل الدريسنج بتاعنا شفاف، او الصح يعني انه يكون في ظرف مقفولة او في ادراج مقفولة زي ما احنا عاملين كده في الدريسنج معانا. كمان في ناس ما بتفضلش اصلا ان يكون الهدوم باينه لانه دوت عارفين بيبقى يعني عليكي ضغط انتي طول الوقت ان طبعا لازم يكون مترتب وبيرفكت جدا شكله علشان ما يبقاش مكركب والكركبه تبقى باينه قدامك. فدي انا بشوف برضو ان هي بتختلف من حد للتاني. كمان لو خدنا بالنا احنا حطينا كومود واحد بس على جنب من جوانب السرير، والجنب التاني استغنينا عن الكومود وحطينا كرسي بالشكل ده جنب الشباك. الكرسي انا فضلت انه يكون منقوش، وانا بس عايزه اكلمكم على حاجه على موضوع النقوشات. في ناس بتعترض بطريقه فظيعه على اي حاجه فيها نقشه، يعني يعني كانها حاجه بشعه.
انا بشوف انه يا جماعه النقوشات دي بالعكس، يعني لو عندنا الاوضه كلها ساده فلازم يكون في حاجه كده في النص تكون منقوشه، بتدي زي روح كده للأوضة مختلفة تماما يعني. فلما يكون عندي الأوضة كلها سادة بالشكل ده وأحط كرسي منقوش فمفيش أي مشكلة يعني، مش بالعكس أنا شايفة إن هو بيحلي شكل الأوضة كمان. دايما بتسأل على موضوع الكرسي ده، وأنا بحس إنه كرسي واحد بس في الأوضة يا جماعة كفاية قوي إن الواحد يقعد كده عليها ويحس إن هو الكومفورت زون بتاعك في الأوضة. طبعا الأوضة مش كبيرة فمش هنقدر نحط مثلا ركنة، مش هنقدر نحط كنبة كبيرة أو حاجة زي كده نقعد عليها، فكرسي واحد بس كفاية. هتفطر عليه الصبح، هتقعد كده تفكر في يومك كان ماشي عامل ازاي، هتقعد تفكر في بكرة شكله عامل ازاي، تقعد تخطط هتعمل ايه. وكان هنا مناسب جدا اني احط الكرسي جنب الشباك، لانه فعلا لو حد مثلا بيحب القراءة او بيحب يفطر الصبح، يعني هي حاجة بسيطة جدا بس بتحسسك بجو مختلف خالص جوه غرفة النوم. وكمان هو مناسب جدا انه مكانه قدام التلفزيون، فلو حد مش حابب يقعد على السرير وحابب يقعد على الكرسي وبيتفرج على التلفزيون، وحطينا الكوشن كمان عليه باللون الأحمر عامل ماتشنج مع الحيطة بتاعتنا. نتكلم شوية عن الألوان بقى اللي موجودة معانا في الأوضة. أنا اخترت ان يكون السرير باللون الجراي بالشكل ده، وكمان الكومود جنب السرير باللون الجراي، الترابيزة اللي قدام الكرسي برضو باللون الجراي. لكن لو جينا خدنا بالنا بقى عن الألوان التانية المختلفة، يعني ما اكتفتش بس بالجري والأحمر، لا كمان احنا حطينا درجة مختلفة كمان وهي درجة البيج. البيج هنلاقيه موجود في الستاير، موجود في التابلو اللي موجود معانا فوق السرير، وموجود كمان معانا في السجادة فيها شوية تاتشات بيج بالشكل ده. وكمان عندنا وحدة الإضاءة اللي موجودة فوق الكومود برضو كانت باللون البيج. كمان لو خدنا بالنا من الأبليك اللي موجود فوق السرير يمين وشمال السرير، هنلاقيه برضو ميكس ما بين الأبيض والذهبي. الذهبي عامة بيدي فخامة كده للمكان، وكمان ماشي جدا مع اللون البيج وماشي مع الحيطة اللي باللون الأحمر. ألوان الأوضة كلها بالأبيض، يعني الحيطان كلها بالأبيض ما عدا طبعا الحيطة اللي في ظهر السرير. والمفارش بتاعتنا اخترتها انها تكون باللون الأبيض برضو السادة، وحاجات بس تاتشات بسيطة كده باللون الأحمر. طبعا عشان الغرفة بتاعتنا مش كبيرة قوي فيفضل ان الأرضيات تكون كمان لونها فاتح. كمان لو جينا للحيطة اللي قدام السرير وهي بقى اللي موجود عليها التلفزيون، كان ممكن يبقى فيه TV يونت صغيرة كده، بس أنا فضلت إن هو يكون بس التلفزيون بس عشان يكون فيه مساحة بس يعني مناسبة إننا نقدر نعدي منها. وكمان جنب التلفزيون هنلاقي فيه مراية كبيرة نقدر نشوف فيها نفسنا. وزي ما قلت لكم قبل كده في أكتر من فيديو، لو احنا عندنا مساحة تخزين كبيرة فاحنا مش محتاجين يكون عندنا دريسر أو مش محتاجين يكون عندنا تسريحة، يعني بمعنى تسريحة بقى كرسي وبتاع، هي كفاية مراية واحدة بس كفاية قوي تقضي الغرض. وطبعا اللون الأخضر البسيط ده برضو بينقل الأوضة في حتة تانية خالص. حقيقي الغرفة دي كانت فعلا تحدي بالنسبة لي. زي ما قلت لكم في أول فيديو أنا مش من محبين اللون الأحمر خالص، ومع ذلك حاولت أطلعها أوضة رقيقة وشيك وبسيطة زي ما اتفقت معاكم، لأن هو دوت ممكن يكون أصلا ذوقي. بس في نفس الوقت برضو عملتها باللون الأحمر وحطيت شوية بقى تاتشات بالألوان كده ميكس مع اللون الأحمر، عملنا البيجيهات وعملنا الجراي كمان مع اللون الأحمر، طلع الأوضة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أتمنى يا رب تكون الغرفة عجبتكم وتقدروا تاخدوا كمان منها أفكار تناسب غرف النوم بتاعتكم. قبل ما تمشوا ما تنسوش اللايك وكمان سبسكرايب للقناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش. اشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.